ازاي بقى تعمل ريستارت لمخك ولجسمك في 20 دقيقة؟ بعد مجهود الصبح المخ بيبدأ يتراكم فيه مادة اسمها الادينوسين، هي اللي بتسبب الشعور بالتقل والنعاس كده اللي بيجيلك. القيلولة الصح بتقلل بقى مستويات المادة دي فورا، بس ركز في سر الخلطة. عندك نوعين، يا باور ناب من 10 ل 20 دقيقة، دي اللي انا بشجعها جدا، او الفول سايكل ال 90 دقيقة لو انت مش نايم بالليل. انا بفضل ال 20 دقيقة. لازم تعمل الثلاث حاجات دول على طول. نوم عميق من 11 مساء ل 3 الصبح عشان الريكفري واصلاح الدي ان اي، صحيان الفجر عشان شحن القلب وغاز الاوزون وموجات الفا اللي بتغير الجسم، القيلوله المنضبطه اللي هي من 10 ل 20 دقيقه عشان اعاده ضبط الوعي وتصفيه الادينوسين وتنظيم الافكار وعمل ريستارت للجسم في نص اليوم. نظام حياه كامل بيضمن لك اعلى مستويات الطاقه. ارجوك اكتب لي دلوقتي في الكومنت، شاركني وقول لي ايه اصعب مرحلة بالنسبة لك وايه اللي انت هتعمله الفترة اللي جاية.